في الفيديو ده هقولك على كل حاجة تخص شهر رمضان من ناحية الدايت، ناحية التمرين، وأي أسئلة تخطر على بالك. يا كابتن، هو أنا ينفع أزيد أو أخس في الشهر دوت ولا لأ؟ طب يا ترى مكمل الكرياتين هعرف أدخله في خلال الفترة ديت؟ طيب مكملات البري ورك أوت وشرب القهوة إيه نظامهم في خلال الفترة دي؟ ويا ترى شدة التمرين طب هتبقى عاملة إزاي؟ هتمرن بشدة عالية ولا أقللها ولا أتمرن كام يوم في الأسبوع؟ كل التساؤلات دي انا هقولها لك في الفيديو دوت. في الاول خالص انا عايزك تعامل شهر رمضان ده على شهر زي اي شهر في السنة. يعني انت اللي بايدك تقدر تتحكم انك تقدر تزيد او تخس او حتى انك تثبت في وزنك وتقلل نسبة دهونك. الموضوع راجع ليك انت في خلال فترة الفطار هتكون عاملة ازاي. لو عرفت تزود عن سعراتك طبيعي جدا انك هتزيد، لو قللت عنها هتخس، لو دخلت سعرات ثباتك طبيعي انك هتثبت. فلو جينا كده مسكنا اول حاجه، لو انت عاوز تزيد ابسط حاجه انك تقدر تعملها مشروب الشوفان اللي احنا عارفينه، شوفان مع لبن مع موز مع تمر مع فول سوداني. الميكس ده لو انت ضربته في الخلاط هيديك سعرات يعني كتيره جدا، وهتساعدك انك تعرف تزود الوزن. بل وكمان انك تقدر في المشروب ده تقسمه على مرتين. ممكن في المره اللي انت مثلا هتفطر فيها، لو انت هتتمرن بعد مثلا التراويح و... والاكل هياخد مثلا وقت في الهضم، بعد ما تكون صليت التراويح 3 ساعات مثلا على الاقل فيما فوق، لو خدت المشروب دوت. والمشروب ده تحديدا برضه واللي انا بفضله انك تاخده في الوجبه اللي هي بعد التمرين، وفي الوجبه برضه بتاعه السحور، علشان هيدوك فتره شبع تكون اطول. وانا شخصيا بفضل ان الوجبه بتاعتك اللي تكون قبل التمرين في رمضان وجبه مثلا زي الرز الابيض المسلوق، هيكون سريع جدا في الهضم، ومعاه كمان برضه البطاطس المهروسه، ومعاه مثلا اي مصدر بروتين حيواني سريع في الهضم زي بياض البيض. اما بقى لو انت واحد عاوز تخس فدي فرصه ممتازه جدا ليك، والحل بكل بساطه انك انت هتقلل سعراتك، وفتره الفطار ديت هي فرصه كبيره جدا ليك. فببساطه اللي هتقدر تعمله انك ممكن عادي جدا تدخل الاكلات اللي انا لسه قايلها ديت، بس مع اختلاف الكميات، وانك مثلا هتزود في مصدر البروتين شويه، واللي هتقلله هيكون مثلا النشويات، وهتاخد الدهون الصحيه بتاعتك بس بالكميه المعقوله وفي حدود السعرات بتاعتك. فخليني اقول لك ان رمضان ميزه وفرصه حلوه جدا انك تعرف تخس وتقلل نسبه دهونك. بل وكمان لو انت واحد بتمشي على نظام انك تعلي مثلا نشويات شويه ويوم تقلل وايام تخليها وسط، فانت كده يعني ماشي مظبوط، لان رمضان فعلا هيساعدك على دوت. فانت هتيجي هتقول لي العزومات واللمه والحلويات والكلام ده كله، هرجع واقول لك الشطاره مش انك تحرم نفسك خالص، الشطاره فعلا في انك تعرف يعني تدير الدنيا صح. فلو انت واحد اكلك مثلا ملتزم وماشي بنظام مثلا يعني صحي وكده، فعلى الاقل لو مشيت 70% التزام و30% بتاكل اللي انت عاوزه، طبعا مش هيكون فيها اي حاجه خالص. ولو هتكلم عن المكملات زي الكرياتين عادي جدا تقدر تاخده وبكل بساطه، بس لو انت واحد بتشرب ميه كويس في خلال فتره الفطار ديت. لو انت واحد مش بتعرف تشرب الميه كويس يستحسن انك توقفه في الفتره ديت. ولو هنتكلم بقى على مكمل البري ورك اوت، او ان انا مثلا ادخل كافيين بقى زي القهوه وكده، يفضل انك تستعملهم باعتدال. وده علشان يعني بكل بساطه لو جينا للقهوه هتلاقي ان هي بتزود من شعورك بالعطش جدا، هتلاقي نفسك تشرب ميه كتير. فلو هتستعمل مكملات بري ورك اوت او كافيين او اي حاجه من دي، فضل انك تستعملها باعتدال. اما لو انت واحد من الناس اللي بتدخل مكملات المالتي فيتامينز في رمضان، فده هيكون طبعا احسن اختيار ليك لو انت فعلا مش بتعرف انك تاكل كويس. اما لو انت واحد اكلك مظبوط فانت مش هتحتاج المكملات ديت اصلا. هنيجي بقى من ناحيه التمرين، انت عادي جدا تقدر تتمرن زي ما كنت بتتمرن في الايام العاديه، وخليك دايما محافظ على الشده بتاعتك وما تقللهاش، طالما انت حاسب سعراتك كويس ومدخل نسبة الكارب المظبوطة والبروتين والدهون الصحية والفيتامينات وكل ده تمام، فمفيش داعي لدوت. إلا بقى لو أنت واحد مش بتعرف تدخل احتياجك مظبوط من السعرات والكارب والحاجات ديت، فطبيعي جدا إنك هتحاول تقلل الشدة. كل ده لو أنت واحد بتتمرن في الفترة اللي هي بعد الفطار. طيب أنا واحد بقى شغلي مش سامح لي ان انا اتمرن غير قبل الفطار، هل ينفع ما اتمرنش؟ لا عادي جدا اتمرن، بس ساعتها هتضطر تقلل شدتك. والفكره كلها حاول انك تكون ذكي، ما تشدش على نفسك قوي،
وحاول دايما ان تمرينك في خلال الفترة دي يكون قبل الفطار على طول، يعني هتخلص تمرينك وتطلع بعدها على طول انك تفطر وتشرب المية وتعوض اللي انت فقدته في خلال التمرين. وطبيعي جدا ان في الفترة اللي قبل التمرين اللي هتتمرن فيها هتكون مقلل الشدة علشان ما يحصلكش جفاف او دوخة لا قدر الله، وبتحاول تشرب ميه كويس وبتنام مظبوط. خليك دايما فاكر ان شهر رمضان بيكون الثواب والحسنات فيه مضاعفين عن الايام العاديه، فانت حاول انك تستغل صح بانك تقرب من ربنا اكتر. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. ولو عجبك بقى الفيديو متنساش تعمل شير وسبسكرايب، تابعني عشان يوصلك كل جديد.